يتساءل العديد من محبين وعشاق مسلسل مؤسس أورهان عن زواج فاطمة خاتون تاريخيا. هل تزوجت من فلافيوس أم من يغيث؟ وبالعودة للمصادر التاريخية، فعلى الرغم من أن شخصية فاطمة خاتون هي شخصية تاريخية حسب معظم المصادر التاريخية، إلا أن المعلومات التاريخية عن هذه الشخصية هي معلومات شحيحة جدا، ولم يتم ذكر أي معلومات حول زواج فاطمة خاتون تاريخيا. شخصية فاطمة خاتون، والتي ظهرت في الموسمين الخامس والسادس من مسلسل مؤسس عثمان، لا تزال تواصل الظهور في مسلسل مؤسس أورهان، ويبدو أننا سنشاهد زواج فاطمة خاتون خلال الموسم الأول من مسلسل مؤسس أورهان، حيث ركز كاتب المسلسل على هذا الموضوع بشكل كبير، حيث شاهدنا في الحلقات السابقة قيام شاهين شاه والد يغيث بالذهاب لعثمان لطلب يد ابنته فاطمة لابنه الوحيد يغيث. ييت الشاب الوسيم ذو الأخلاق العالية يأمل في أن توافق فاطمة على هذا الأمر، خاصة بعد موافقة والدها وأخويها أورهان وعلاء الدين. لكن المشكلة بالنسبة لفاطمة هي أنها تنتظر شخص آخر أن يأتي لخطبتها. هذا الشخص هو فلافيوس، والذي أظهر نفسه لفاطمة على أنه تاجر قماش. لكن شاهدنا في إعلان الحلقة السابعة فاطمة تكتشف أن تاجر القماش هذا هو فلافيوس. هذا الأمر سيجعل فاطمة تشتعل غضبا من فلافيوس بسبب كذبه عليها، على الرغم من أن المشهد يبدو فيه أن فلافيوس يتدخل في الوقت المناسب لإنقاذ فاطمة من جنديين من جنود فرسان المعبد. لكن هذا الأمر لن يجعل فاطمة تغفر لفلافيوس كذبه، وهو لا يزال أحد أهم أعداء أخيها أورهان. لكن العديد من المتابعين يعتقدون أن فلافيوس من الممكن أن يدخل الإسلام ويغير موقفه من أورهان، حيث شاهدنا تأثر فلافيوس بعد قيام أورهان بإرسال مساعدات لأهالي بورصة. وفي حال اكتشف فلافيوس أن أورهان أو عثمان لا علاقة لهم بموت والده، سيقرب هذا الشيء فلافيوس من دخول الإسلام، حيث تشير بعض المصادر التاريخية أن العديد من أهالي بورصة وجندها دخلوا الإسلام بعد فتح المدينة من قبل أورهان.